اهلا بك يا صاحبي في اوضتي. كويس اللي انت جيت عشان انا مش لاقي حد احكي معاه. عاوزك تركز معايا بقى في الحكايه ديت عشان هي بشعه قوي. مش هطول عليك ويلا نبدا. تخيل كده انت صاحي الصبح والدنيا هاديه وبتجهز نفسك عشان تروح الشغل او مدرستك، وفجاه في ثانيه واحده احلامك وحياتك ومدينتك تختفي. والنهارده احكي لك عن واحده من ابشع الجرائم اللي مرت على تاريخ البشريه. لحظه اول سقوط قنبله ذريه على مدينه هيروشيما. القصه بدات سنه 1945 في الحرب العالميه الثانيه، كانت شغاله بقالها 6 سنين. المانيا استسلمت في مايو 1945، لكن اليابان كانت لسه مكمله، وامريكا عايزه تنهي الحرب بسرعه، وخافت انها تدخل اليابان برايت هتخسر مئات الالاف من الجنود. في الوقت ده كان في مشروع سري اسمه مانهاتن. المشروع ده جمع مئات الالاف من العلماء عشان يصنعوا سلاح جديد اللي هي القنبله الذريه. السلاح محدش كان في العالم يعرفه لسه، قوته التدميريه ما اتقاستش باي قنبله تقليديه. وندخل بقى على لحظه القرار. رئيس امريكا وقتها كان هاري ترومان، قرر يستعمل القنبله ديت عشان يجبر اليابان على الاستسلام، والخيار وقع على مدينه هيروشيما. طب ليه هيروشيما؟ انها مدينه صناعيه وعسكريه وفيها حوالي 350 الف شخص، وفي نفس الوقت ما كانتش اتدمرت في القصف قبل كده، يعني هتوضح قوه السلاح الجديد في العالم كله. يوم 6 اغسطس سنه 1945 والساعه كانت 8:15 صباحا، الطياره الامريكيه يونولا جاي حلقت فوق المدينه، في بطنها قنبله ذريه وزنها حوالي 4 طن واسمها ليتل بوي. اتثبت القنبله من على ارتفاع 9000 متر، وخلال 48 ثانية بس انفجار رهيب. الضوء كان أشد من الشمس، الحرارة وصلت ل 4000 درجة مئوية، انت متخيل؟ وفي لحظة آلاف الناس اتبخروا من غير ما يسيبوا أي أثر، وبيوت خشب اتساوت بالأرض، المباني الخرسانية اتقسمت نصين، حوالي 70 ألف ماتوا في نفس اليوم، ومع الأيام العدد وصل ل 140 ألف بسبب الجروح والإشعاع. الجحيم على الأرض. واللي ناجوا من الانفجار الاول شافوا مناظر مرعبه، الناس جسمها اتحرق بالكامل، الجلد بتاعهم كان سايح من شده الحراره، الميه في الانهار اتملت بالجثث، واللي كان لسه عايش نزل يشرب منها من كتر ما هو عطشان، لكن مات بعدها بساعات بسبب الاشعاع. في واحده من الناجين قالت شفت اطفال ماشيين من غير هدوم وجسمهم كله احمر ومنفوخ، كانوا بيصرخوا ويقولوا ميه ميه. والسلاح الاشعاع الخفي، القنبله ما اكتفتش بالانفجار، الاشعاع النووي اللي سببته كان اخطر. الناس اللي ما ماتتش على طول اتصابوا بامراض غريبه، جالهم نزيف وسقوط شعر والتهابات وحروق ما بتختفيش. بعد شهر وسنين بدأ يظهر سرطانات وتشوهات في الأطفال اللي بتولدوا. بعد 3 أيام بس أمريكا ضربت قنبلة تانية على مدينة ناجازاكي. اليابان اضطرت تستسلم يوم 15 أغسطس. الحرب خلصت، لكن الجروح اللي اتثبت في هيروشيما لسه مفتوحة لحد النهاردة. هيروشيما بقت رمز عالمي، فيها دلوقتي حديقة السلام التذكارية، جواها متحف بيعرض كل اللي حصل. كمان لسه موجود القنبلة الذرية اللي نجت من الانفجار واتثبت زي ما هي عشان تبقى شاهدة على المأساة. هيروشيما مش مجرد مدينة اتضربت، دي شهادة على ان الانسان لو استخدم العلم في الشر ممكن يدمر نفسه. القنبلة اللي مسحت المدينة كاملة في ثواني، النهاردة في الآلاف زيها بمئات المرات كمان. وده بيخلينا نسأل، هل ممكن التاريخ يعيد نفسه ولا البشر اتعلموا الدرس خلاص؟ رغم مرور السنين لسه القنبلة بترن في دماغ الناجين. كل سنة يوم 6 أغسطس بتتجمع الناس في هيروشيما في صمت عشان يفتكروا، مش عشان يلوموا لكن عشان ما ينسوش. الأطفال بيكتبوا أمنياتهم على الورق وبيعلقوها على الشجرة السلام. الناس من كل أنحاء العالم بيجوا يشوفوا القنبلة ويحسوا بالوجع ويتعلموا من التاريخ. واحدة من الناجين قالت بعد 40 سنة أنا ما نسيتش، بس قررت أعيش عشان أحكي، عشان اللي حصل ما يتكررش. العلم بين الخير والشر. القنبلة الذرية كانت ناتج عبقري وعلمي، لكن لما اتحطت في إيد السياسة بقت لعنة. العالم مش عدو، لكن استخدامه هو اللي بيحدد المصير. اللي حصل في هيروشيما بيخلينا نسأل، هل نقدر نستخدم العالم عشان نبني مش نهدم؟ هل نقدر نعلم أولادنا القوة الحقيقية إنها مش في التدمير لكن هي في الرحمة؟ هيروشيما مش بس مدينة، دي رسالة من الناس ماتوا من غير ما يعرفوا ليه، ومن ناس عاشوا عشان يحكوا. ورسالة بتقول مفيش حرب تستحق انك تمسح مدينة او تحرق طفل او تبخر حلم. الرسالة ديت لازم توصل لكل انسان ولكل قائد ولكل عالم، لكل طفل بيكبر في عالم صراعات. وفي الاخر الرماد بيولد الامل. النهارده هيروشيما مدينه بتعيش وبتظهر وبتعلم ناس هناك منسوش، لكن قرروا يبنوا من جديد. وانت يا صاحبي اللي بتسمع القصه دي دلوقتي
انت جزء من الرسالة، انت شاهد وانت مسؤول انك تحكي وتفكر وتختار دايما انك دايما تكون صوت للسلاح مش صدى للدمار. وفي الاخر احنا على اليوتيوب صح، في حاجة تحت اسمها الاشتراك وفي حاجة اسمها اللايك والشير، وفي فيديوهات فاتت روح اتفرج عليها وفي فيديوهات جاية ابقى اتفرج عليها ان شاء الله. سلام.